ضربت زنزلة 2.5 درجات اتخيلوا بسبتها خسر طرامب الانتخابات، وهادو الانتخابات ما يقدرش يربح غير ضغطات عليه تايلور سويفت. المغنية تايلور سويفت اللي قالت لهم انا عندي عقدة نفسية انه نحشم بزاف، صنفت كأقوى امرأة في امريكا. سويفت دارت حفلة في امريكا، وتخيلوا حضر هذيك الحفلة 80,000 شخص، وكي كانوا يقفزوا داروا هزة ارضية درجة تاعها 2.5. سويفت دارت تغريدة قالت لهم ما تنتخبوش طرامب، وتخيلوا بسبتها ما قدرش ينجح في الانتخابات ضد بايدن، وقالوا له باش تنجح هذه الخطوة لازم ترضى عليك تايلور سويفت. السياسيين في امريكا ولاو يخافوا سويفت، علاش؟ كل ما كانت تكتب تغريدة تقول للشعب اخرجوا مظاهرات يخرجوا، وكي كانت تقول لهم قاطعوا هذه الشركة تخيلوا يقاطعوها، وكتبت تغريدة قالت لهم ما تصوتوش لطرامب، وتخيلوا في خلال 24 ساعة استجاب لها 3 ملايين بنادم، ولا عندها 800 مليون متابع حول العالم. وتخيلوا في امريكا برك 200 مليون متابع. حبوا يطيحوا بسويفت وداو لها حفلة تخيلوا فيها 80,000 متفرج، وداو التيكي 3000 دولار. قال لك نديرو 3000 دولار الجمهور مش راح يجي بزاف غالي. وتخيلوا جا 80,000 بنادم، وكاين اللي قعدوا برا، وهنا زادت الدولة خافت منها. اليوم سويفت صنفوها كأقوى امرأة في امريكا، والمشكل انه سويفت قالت لهم انا عندي عقدة نفسية انه نحشم بزاف.